اغرب آلية دفاعية لاخطبوط البلانكت. رهيبة وايه مش بتاعته، ده بيسرقها من كائن تاني في البحر. ايه ده؟ هو البحر فيه سرقة؟ هو البقاء للأقوى أو الأذكى. واسمع القصة. اخطبوط البلانكت ما عندهوش كيس حبر زي معظم الاخطبوطات صحابه، بس بيعرف يسرق سم. من مين بقى؟ من رجل الحرب البرتغالي. فاكرينه؟ طب ازاي؟ اسمع، ينزع وياخد منه مجسات سامة، والسموم دي مش بتأذيه خالص عشان البلانكت عنده بروتينات مخصوصة في جسمه تحميه من السم ده. يقطع قطع من المجسات السامة ويشيلها بين دراعاته ويلفها زي الحبال. اوعى. واول لما يتعرض لتهديد من حيوان مفترس يوجه اللسعات السامة دي ليه، يخرب بيته. السؤال بقى المهم، التزاوج بيتم ازاي بين ذكر 2 سنتي ونص وانثى 2 متر؟ والله الحب اعمى. التزاوج بينهم عمليه قاتله للذكور. السفيف ده هو اصلا موجود للتزاوج بس تقريبا، وبعديها بيموت بفتره قليله. في دراع عند الذكور اسمه هيكتوكاتالس، ويا رب اكون بقول الاسم صح، ده مسؤول عن اخراج الحيوانات المنويه. لما بينتقل للانثى بتقدر تحمل لاعداد كبيره من البيض، بتوصل ل 100,000، وتبقى على شكل خيوط جيلاتينيه، وتحرسها لحد ما تفقس وتتحول ليرقات، وبعدها تنطلق في المحيط. البلانكت بيعيش في المنطقة السطحية اللي عمقها بيوصل ل 200 متر، وعلى عكس معظم الاخطبوطات بتحب قاع البحر، هو بقى بيحب يبقى على السطح عشان يصطاد فرايسه. البلانكت كائن مميز جدا، وسبحان الله غرايبه وعجايبه كتير. لو شفته في البحر ما تخافش منه، مش هيقرب لك الا لو انت ضايقته. اللي تخاف منه بجد الاخطبوط اللي على الارض، يلفك ويوديك ويجيبك ويحور لك وانت يا عيني مصدق عشان قلبك ابيض. السؤال بقى انا المرة دي اللي هسأل، هل الاخطبوط ده بيتاكل ولا ما بيتاكلش؟ اكتبوا لنا في التعليقات.